حبايبي ألف مليون هنا وشفها، ويا رب إن شاء الله طواجن السمك بالطريقة دي تعجبكم، تشموا فيها كده ريحة جدات أمهات عمات، ربنا يخليهم لكم يا رب إن شاء الله. فيا رب الوصفة تعجبكم بإذن الله. وما تنسوش يا حبايبي تشاركوا الفيديو لأصحابكم ولحبايبكم عشان نكبر بيكم إن شاء الله. وما تنسونيش يا حبايبي في اللايكات وفي التعليقات. يا رب إن شاء الله الوصفة تعجبكم، وزي ما اتفقنا شير الفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان إن شاء الله كله يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة سر وصفة ماما. يا رب إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وبصحة يا رب إن شاء الله. النهاردة حبايبي هعمل لكم طاجن سمك في الفرن. تمام. تتبيلة سهلة خالص وبسيطة إن شاء الله، وهوريكم إزاي نعمل طاجن في الفرن. بس أهم حاجة المقلي غير الطاجن. ازاي؟ الطواجن بنقي حتت تكون سميكه. تمام. زي ما انتم شايفين كده باخد انا معايا نوع من السمك اسمه شعور، فمش عارفه في حد كتير هيعرفه وحد لا. تمام. فاحنا دلوقتي انا منقيه القطعه الكبيره اللي في السمك. تمام. زي ما انتم شايفين كده هبتدي اعمل هتبلهم. التتبيله بتاعتي طبعا الثوم، توم، كمون، كزبره، شطه، ملح، فلفل، والملح طبعا. وانا هقطع معاهم قرن الفلفل ده. تمام. وانا معايا اهو مدبله بصل ومعايا صلصه طماطم. تمام. هتبل هحط كل الخلطه دي وهدق الثوم وهتبله وهوريكم هنعمل فيه طيب. زي ما انتم شايفين انا حطيت الزيت على النار، وبعد ما سبتهم شويه في التتبيله يعني قد نص ساعه كده، ان هو كده هيتحط لسه في التقليه، فهيتحيق كويس قوي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين طبعا سهل قصه القليه. تمام. اهو بنفضها. بس اهم حاجه زي ما انا قلت لكم السمك اللي بيتحط في التقليه لازم يكون سميك زي ما انتم شايفين كده. تمام. الزيت سخن معايا هبتدي انزل بيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده هكمل الكميه كلها وهوريكم بعد ما نطلعه من الزيت. حبايبي عقبالك ما السمك على النار اهو زي ما انتم شايفين، عقبالك ما يتحمر. تمام. واقلبه الناحيه الثانيه. الناحيه دي حطيت حبه البصل ماشي اللي انا دبلتهم، حطيت عليهم الصلصه زي ما انتم شايفين، والناحيه الثانيه بعمل عليها الرز كله عشان نخلص الكفايات في نفس الوقت. ومكان الطماطم حطيت شويه ميه صغيرين كده عشان انا عايزاها خفيفه حبه، متكونش تقيله قوي. تمام. انا حابه اوريكم كل حاجه عشان كله في نفس الوقت عشان ما توقفيش وقت طويل. انا دلوقتي حاطه التقليه على النار. تمام. ظبطت معايا وكل حاجه، ودقت الحياء بتاعها. بحط لها من نفس الحياء اللي انا حيقته للسمك اهو، اللي هو شطه، كمون، كزبره، حته ملح، فلفل اسود صغيره. ظبطت الحياء بتاعها وهطلع السمك دلوقتي. تمام. زي ما انتم شايفين هنزله فين؟ في التقليه. بس انا هطفي عليها دلوقتي. تمام. عشان اكمل الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده اهو. هاخد من الزيت واحط فين؟ انا طفيت عليها خلاص. هسيبهم عقبال ما اكمل الكميه كلها عشان ادخلهم الفرن مع بعض. تمام. وزي ما انتم شايفين في نفس الوقت انا حاطه الرز اهو على النار. زي ما انتم شايفين خلصت كل الكميه وحطيتها في التقليه. يا دوبك بديها غلوه بس كده على النار وخلاص. انا ولعت الفرن. تمام. فعقبال ما الفرن تسخن قلت اديهم غلوه واحده بس على على النار زي ما انتم شايفين، غلوه واحده. يعني انا كده خلاص هطفي عليهم. هيكملوا باقي سواهم في الفرن. تمام. هوريهم لكم ان شاء الله بعد ما يطلعوا من الفرن. تمام.